إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. ثم أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، يقول المولى عز وجل: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. إن مرحلة القوة، والتي هي مرحلة الشباب، والتي تكون بين الطفولة والشيخوخة، نعمة عظيمة، وهي مرحلة القوة والنشاط، وهي النعمة التي تعطى لأصحاب الجنة في الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: وينادي مناد أن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وأن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وأن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يستمتعون بالشباب في طاعة الله عز وجل، كما جاء الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: جمعت القرآن كله في ليلة، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال له: إني أخشى أن يطول عليك الزمان وأن تمل، فاقرأه في شهر. فقال له عمرو بن العاص رضي الله عنه: دعني أستمتع بقوتي وشبابي. فأراد أن يستمتع بقوته وشبابه في طاعة الله عز وجل، أراد أن يستمتع بقوته وشبابه في قراءة القرآن الكريم. عباد الله، ماذا حصل لدى الشباب اليوم؟ وفي أي شيء يستمتعون في شبابهم اليوم؟ ترى الشباب الآن إلا من رحم الله يضيع وقته بالاستمتاع والاستماع إلى المحرمات والنظر إلى المحرمات، يضيع وقته بالعلاقات المحرمة. قدوته هو تتبع أخبار الممثلين والمغنين واللاعبين من الساقطين والساقطات. ترى الشباب اليوم يحزن على مستقبل لاعب، لأنه كان يلعب في فريق عريق، ثم انتقل إلى فريق آخر ب200 مليون يورو سنويا، أي ما يعادل 4 ملايير بعملتنا. يحزن على انتقال هذا اللاعب، ولا يحزن على نفسه، لأنه لم يستطع برجليه أن يقوم حتى إلى صلاة الفجر، ولكن يحزن على لاعب. عندما ترى الشباب يهدرون وقته في التسكع بالشوارع، وفي أبواب الثانويات والجامعات، وإقامات العلاقات المحرمات، ثم المواعيد، ثم الوقوع بالحرام. هؤلاء الذين أودوا بفتيات إلى الانتحار نتيجة الحمل المحرم، وإلى الإجهاض وقتل جنينهن الغير الشرعي، كما حدثت الواقعة عندنا
حينما وضعت فتاة في 21 من عمرها ولدها الغير الشرعي، وضعته في كيس قمامة وأغلقت عليه للتخلص منه، ولولا لطف الله عز وجل على هذا الولد لمات. انتشرت يا عباد الله، انتشرت العلاقات المحرمة بين الشباب والشابات انتشار رهيب، والله عز وجل يحذرنا من اتباع خطوات الشيطان، والله عز وجل يريد أن يتوب علينا، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن نميل ميلا عظيما. ترى الشباب منغمسين في المهلوسات والمخدرات والخمور، يضيعون أوقاتهم في الجلسات الفارغات. ترى الشباب مهتمين أي اهتمام في الملبس والهيئة، سراويل مقطعة ممزقة وقصات للشعر غريبة وصبغات لشعورهم، بل وأعجب من ذلك ترى الشباب يستعملون أحمر الشفاء على شفاهم. يا سبحان الله، انقلبت الموازين وانقلبت المفاهيم. نساء أردن أن يصرن رجالا، ورجالا أرادوا أن يصرن نساء، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله المرأة تلبس لبسة الرجل. نساء بسراويل بل حتى ومقطعة، سراويل مقطعة، وشباب بسراويل مقطعة وقصات غريبة وأحمر للشفاء وأقراط وسلاسل إلى غير ذلك من التشبه بالنساء. فهؤلاء الشباب الذين يضيعون شبابهم بملاحقة أخبار الأزياء والتشبه بالكفار، هؤلاء الشباب الذين يضيعون شبابهم بجلسات التدخين والشيشة، فعندما يدخن سيجارة في 6 دقائق فإنه يهدر من وقته ومن حياته ساعات في اليوم، 240 ساعة شهريا، 2888 ساعة سنويا، يدمر صحته وحياته. إخوة الإسلام، إن الأمة تكون قوية في قوة شبابها، في إيمانها ونشاطها وصحتها، فعلينا أن نكون سندا لهؤلاء الشباب. فأينما وجدت يا عبد الله شابا غارقا في الوحل فمد له يدك منقذا إياه من هذا الوحل، وذلك بالنصح والإرشاد وتوجيهه الوجهة الصحيحة السليمة بالموعظة الحسنة، حتى يقبل على طاعة الله عز وجل، فتكون نقطة إيجابية من إصلاح المجتمع. أسأل الله عز وجل أن يهدي شبابنا وشباب المسلمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما. استغفر الله وأتوب إليه. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم اجتبى. أما بعد، عباد الله، إن إصلاح الشباب لا يأتي من فراغ، إنما يأتي من بيت صالح. نعم، يأتي من بيت صالح، من أبوين صالحين، كما قال تعالى: وكان أبوهما صالحا.
إن الصلاح يأتي بالصحبة الطيبة الصالحة. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. إن هؤلاء الشباب نريد أن نراهم في المساجد فيتربون حقيقة في المساجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم: ورجل قلبه معلق بالمساجد. نريد من هؤلاء الشباب على طاعة الله كما قال صلى الله عليه وسلم: وشاب نشأ في طاعة الله. ومن هؤلاء الشباب أن يجتمع ويتحاب على طاعة الله ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه. هؤلاء الشباب الذين نريدهم تربية دينية وإيمانية وأخلاقية، فهؤلاء الشباب يا عباد الله هم قدوة المجتمع، وهم مستقبل هذه الأمة. عباد الله، القضية قضية كبيرة، ما أحوجنا إلى تدين الشباب، التدين الصحيح المبني على العلم الشرعي الذي لا إفراط فيه ولا تفريط. إنه تدين يمنع الشباب من الولوغ في مستنقعات الحرام وتضييع الأوقات في المحرمات. نريد شبابا يخشون الله، شبابا هم رحمة على الأمة وعلى البلد وعلى الناس أجمعين، وليس شباب اختطاف، وليس شباب اغتصاب، وليس شباب مخدرات، وليس شباب اعتداءات، وليس شباب مهلوسات، إنما شباب قوي بإيمانه، كما قال سبحانه وتعالى عن فتية أصحاب الكهف: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم واهد شبابنا وشباب المسلمين، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا حاجة لنا من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم لا تمنعنا بذنوبنا من فضلك، اللهم لا تمنعنا بذنوبنا من فضلك. اللهم غيثا هنيئا مريئا تسقي به البلاد وتحيي به العباد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.